طيب بسألوا روحي قديش، مش أنا اللي سألت عشان هيك بديش أجاوبكم، بلاش روحي ياخد على خاطره. قديش روحي قاعد سواقة اليوم بالطريق؟ بين الأربع ساعات لأربع ساعات ونص تقريبا لما وصلنا رام الله. أول مرة بتعب بهذا الشكل في الطريق بالضبط، لأن احنا رحنا على نابلس. والله يمكن بصل كمان 8 ساعات سواقة بالضبط، ولا بتعب بالمرة، بس المرة هاي لأنه في تسكير كتير، لأنه وصلنا على بعدين نابلس. كل ما أصل بوابي يقول لي الجندي يصير يصرخ لورا ورا ارجع. يمكن والله هذا الصوت لا تعبني أنا. صوت الجنود كل ما أصل بوابي يقول لي ارجع لورا. تعب نفسيا من كثر ما صرخوا اليوم. والله هم صرخوا على السيارات اللي قبله. شفتي صح؟ الحين بناخذ رأي يسرى قاعدة على الشقة الثانية، الكاميرا بتجيبناش كلنا، بس الحين ناخذ رأي يسرى في الموضوع الحين. طيب يسرى مسيها بالخير. يسعد مساكم جميعا. طبعا يسرى غنية عن التعريف، انتم عارفينها. كشافات ايوه اضو كشافات. يلا عند افرجيكم. اطلعوا ده فرجيكم طلعوا الصبايا. طب انا على فكره زعلانه الحين، بدي احكي لكم شيء. طب لمني انا حكيت ليه ما ضوتوش علي كشافات مثلا؟ لاحظت انا يا روحي. انا حكيت لا وقفك كشافة كمان صح لاحظت يا روحي انا على فكره. صح بدي ازعل والله انا الحين. خلص نورك بكيف. طب ابعدي التليفون. احرجوني على فكره. احرجوني، اسمعي يا بنت، احرجوني. شفت احرجوني. المهم احكينا يا ام السوس كيف الطريق اليوم؟ اليوم بالنسبه لكم لا احنا الطريق معروف من الخليل غير. هي في حركه خيانه صارت لما هي حكت لي في رام الله. انا قلت لها نابلس، لانه نابلس نفس المسافه علي، يعني انا من عندي لنابلس نص ساعه تقريبا ل 40 دقيقه. رام الله نفس الشيء صح. فحكيت يلا نابلس ولا رام الله ما بتفرق، بس كنت حابه اروح نابلس، فقلت لهم نابلس مع انه زياده عليهم تقريبا الساعه. يعني خانتنا. اوكي. فاللي صار اني انا وصلت، طبعا انا زماني اللي ما سكت على نابلس، زماني يعني فوق الاربع سنين. صحيح. وصلت البوابه طبعا وانا مش عارفه انه هي البوابه مسكره من اول الحرب، طلعت مسكره وانا مثل الهبله ماشيه كمان بتفاجئ. لا وبصور لك منشان ابعث لك بروف انه كمان يعني انا لقيت البوابه مسكره. عاد احنا بنعرف انها اصلا هذه بوابه فانا تنفتش. بعثت لها بحكي لها البوابه مسكره، وشو رايك نرجع على رام الله؟ فبتحكي لي لا انا 20 دقيقه وبكون بنابلس. قلت ما زبطتش، خليني ارجع ادور على الطريق الثاني. فدلوني الناس بسلفيت انه في طريق ثاني. لما وصلت بنصها والحمد لله وعديت اموري تمام، اتصلت علي بتحكي لي احنا لفينا ورجعنا على رام الله. حكيت يا الله نية. بس اسمع والله. بس للامانه لما مشيت طريق رام الله حتى حكيت لاختي، بحكي لها يا الله شوفي اختي طريقنا حتى حلوه والله، طريقنا احلى. ونسي اسمعي كنت هاملي هم الرجعه يعني في الليل عشان متاخر وليل ولا عارف الروحه بس مش عارف الرجعه. فاحنا قاصدين باب الله بعمل شير لوكيشن مع اختي عشان لما بدي ارجع احط اللوكيشن اللي انا عملت له شير اللي انا كنت في هذا المنطقه. بتفكر على فكره لاحظته. فلما حكيت لي رام الله هيك زي كانه حبل نشلتها. بس للامانه اخذت معي تقريبا، انا طلعت يعني قبل اذان المغرب بربع ساعه. وصلنا هون كان العشاء تقريبا مأذن. وصلنا 11 فيعني فعليا اخذت معي ساعتين ولا 10 ونص. ما بين 10 ونص وأرائيل ومش عارف وين ورجعنا وكذا. فهي اخذت معنا تقريبا 3 ساعات زيكم. شفتي بس عن لأنه جد هي كانت عاطله. والله طلعوا هي اعترفت بخطأها، يعني احنا مسامحينها يا جماعه الخير، ورجاء انتم تسامحوها. بدنا نسافر يعني فسامحوا يسرى. انا بامريكا برضه احكي لك شغله لعلمكم. انا مريضه وبجوز انتم ملاحظين على صوتي فلوزه. انا طول اليوم نايمه ما صحيت بالمره من كثر ما انا تعبانه. بس لما حكت لي انها هي مسافره يوم الثلاثاء الاثنين انا اصريت اني اجي يعني واشوفها قبل السفر. امريكا جمعتناش كثير سبحان الله. فلسطين جمعتنا حبيبتنا فلسطين اكيد. والله طبعا معنا صحبات ام السوس واختها الحين بعرفكم عليهم. استنوا بدي احط لكم صوره باخر السناب نعرفهم عليها، لانهم هاكو بيطلعوا السوشيال ميديا. صح تطلعوا هزوا لي راسهم من ورا الكاميرا قالوا تطلعوا على السوشيال ميديا كلكم. صح صوره صوت من خلف الكواليس بتسمعوهم. بس اطلع لا بدك تغني صوتك. لا مش طيب خلاص الحين استنى اصبر احنا نجيب لكم اياها. استنى